ما هو سر الإعجاز العددي العجيب في سورة الكوثر والمتعلق بالرقم 10؟ يا اخوان، سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن، وهي السورة تضمنت 10 كلمات فقط، والآية الأولى منها تضمنت 10 حروف، والآية الثانية كمان تضمنت 10 حروف، وحتى الآية الثالثة تضمنت 10 حروف. أكثر الحروف تكرارا في هاي السورة اللي هو الحرف ألف، واللي تكرر بعدد 10 مرات. وتخيل إنه الحروف اللي انوردت في هاي السورة مرة واحدة كمان عددهم 10. وإذا بتلاحظ جميع آيات هاي السورة ختمت بحرف الراء، ترتيب حرف الراء باللغة العربية هو الرقم 10. سبحان الله. وحتى السور اللي في القرآن الكريم اللي انتهت بحرف الراء عددها 10. فما هي حقيقة الرقم 10 في هذه السورة؟ يا اخوان، إنه اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر، فصل لربك وانحر. فسبحان الله، كل هذا الإعجاز في أقصر سورة في القرآن، فما بالك أكبره. فصدق الله لما قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فقد ما زعموا من أكاذيب على القرآن الكريم يبقى منزلا مصونا من كل تحريف إلى قيام الساعة.